يعني اتكلموا مع الناس وفهموهم، لان الناس المصريين، وانا قلت الكلام ده قبل كده، ناس كويسين قوي ومش هيقبلوا ابدا ان بلدهم ما يبقاش موقعها المناسب نتيجه التحديات ديت، ويقدروا. وعلى كل حال احنا الامانه اللي انتم حملتوهاني تجاه الوطن، تجاه مصر، مش بس انتوا اللي هتحاسبوني عليها، اللي هيحاسبني عليها ربنا قبلكم ثم التاريخ. وبالتالي كل القرارات الصعبة اللي تردد كتير على مدى سنوات طويلة الناس خافت انها تاخدها، انا لن اتردد ثانية ان انا اخدها. وانا عايز اقول لكم على حاجة، يعني وانتوا هتقفوا جنبي مش عشاني انا، عشانها هي. مش عشان انا مكاني هنا، لا، عشان هي تستحق منكم مصر ايوه، مصر تستحق منكم اللي ادتكم على مدى آلاف السنين ما انتم فيه. تستحق منكم ان انتم تدوها وتقفوا جنبها ولا تتخلوا عنها ابدا. طيب الكلام اللي انا قلته ده، يعني انت كده بتقلقنا ولا ايه؟ لا، انا دايما احب اقول، وبالمناسبه انا كنت بقول الكلام ده قبل 2011، كنت بقول الكلام ده على ان الواقع الاقتصادي في مصر تحدي ضخم جدا واحنا مش واخدين بالنا منه، وده بيضرب في كل قطاعات الدوله. مفيش اقتصاد يبقى مفيش تعليم، مفيش اقتصاد يبقى مفيش صحه، مفيش اقتصاد يبقى مفيش بنيه اساسيه، مفيش اقتصاد يبقى مفيش مشروعات تدي فرص للعمل للناس. هي الحكايه كده. انا قلت ان الناس خلال السنين اللي فاتت تحسبت، وزي ما انا قلت كده ان اسباب الموقف الاقتصادي في مصر كان ليه اسباب كتير. عايز اقول لكم كمان ان اول محاوله للاصلاح الحقيقيه كانت 77، ولما حصل رد فعل الناس بعدم القبول لده تراجعت الدوله عن الاصلاح، وفضلت تأجل الإصلاح لغاية دلوقتي. تراجعوا وتحسبوا من الإصلاح خوفا من إن رد فعل الناس ما يبقاش جيد. وأنا في تقديري إن لا، إحنا اتعاملنا مع المصريين على إن إحنا أوصياء عليهم، وده مش صحيح. أنت المفروض إنك أنت تشرح وتوضح بكل دقة، وده كلام ده كنت بقوله حتى أيام رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل. كنت بقول له من فضلكم اطلعوا كلموا الناس وقولوا الموقف الاقتصادي ايه، واشرحوا لهم، لان الناس دي مش صغيره، المصريين دول ناس عظام، ما بتتكلموش معاهم ليه؟ انا ما قصرتش في النقطه ديت واتكلمت فيها كتير، وبقول اول محاوله كانت 77، حصل عدم قبول من المصريين في الوقت دوت. كل الحكومات اللي تعاقبت بعد كده تحسبت من محاولات الإصلاح وخافت من ردود الأفعال، وبالتالي تأجل الإصلاحات. وخليني أكلمكم بأرقام صغيرة كده تعرفوا من خلالها أنا أقصد إيه. يعني النهارده احنا مش بنتكلم أبدا على تكلفة استثمارية لأي مشروع، احنا بنتكلم على تكلفة أو تكلفة اقتصادية. يعني بس عايزين نخلي المشروع اللي احنا عملناه يغطي تكاليف تشغيله ويسدد الاموال التي انفقت فيه. ده ما بيحصلش. اخر محاولة لرفع اسعار المترو، وانا لما بقول الكلام ده ارجو ان محدش يأول كلامي وياخده في اتجاه غير اللي انا بقول فيه. اللي انا بقول فيه ده هو كده. كان من كام سنة؟ من 12 سنة. انتوا عارفين التكلفة الحقيقية، انا بقول الاقتصادية وليست الاستثمارية،
لمترو الانفاق يبقى التذكره بكام؟ لا جنيه ولا 2 ولا 3 ولا 5 ولا 7 ولا 10. دي الحقيقه اللي احنا لازم كلنا نبقى واخدين بالنا منها، كلنا، من اول يعني من اولي انا وانا موجود معاكم لكل من بيسمعني، كل مصري. ما حدش يقول انا هعمل ايه، لا، احنا هنعمل ايه كلنا مع بعض. خلي بالك تكلفه الكهرباء اللي هي خدت منك قروش وجنيهات صغيره دي هتعمل للاخر لقطاع الكهرباء 20 مليار جنيه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني عايز اقول لك ان الرقم اللي بيتاخد لما بيتجمع على المستوى الكبير قوي ده بيعمل رقم، بيعمل مبلغ كبير ما تستقلش بيه. بس انت في حاجه عايز اقولها لكم كده، ايه، لما الحكومه جت تدي مثلا تكافل وكرامه، تدي زياده الحد الادنى للمرتبات، تعمل ده، كل ما الحكومه تقول تدي الجنيهات دي يقول لك ايه ده قليل. طيب لما نيجي نزود احنا جنيهات صغيره كده في الكهرباء ولا في المترو ولا في ده، يقول لك لا لو سمحت ده كتير. يعني الجنيهات بتاعتنا احنا الجنيهات بتاعتنا احنا ملاش قيمه، وجنيهات كنتكم ليها قيمه؟ لا لا. شوفوا انتم هي بلد بتاعتنا كلنا، مش بتاعت انا بس ولا بتاعت الحكومه ولا بتاعت المسؤولين، دي بتاعتنا كلنا، ومش هتكبر ولا تنهض الا بينا كلنا. انا قلت ان احنا عجز الموازنه بيتم مواجهته بالاقتراض. نسيت حاجه اقولها لكم مهمه بسجلها هنا. كان دايما مصر ظروفها الاقتصاديه صعبه، والناس اللي متابعه للاحداث افتكروا 90 91 وحجم الاموال اللي كانت متراكمه كديون في الوقت دوت. انا بقول لكم ان في 91 حجم الاموال التي اسقطت عن مصر 43 مليار دولار. هقولها تاني، ده رقم انا مسؤول عنه. حجم الاموال اللي اسقطت عن مصر بين نادي باريس والقروض الاخرى ثم الدعم اللي قدم كان 43 مليار دولار. 43 مليار دولار، وده اعطى للاقتصاد المصري فرصه. هي الحكايه كده، هي الحكايه كده. احنا بنحاول نقلل الفجوه بين الموارد وبين المصروفات عشان العجز ما يبقاش بالضخامه اللي موجود بيها ديت، وبالتالي العجز معناه سلف على طول او اقتراض. عندنا عجز 300 مليار يبقى هنستلف 300 مليار. عندنا عجز 250 هيبقى بنقترض 250. كل ما هنقلل عجزنا كل ما هيقلل من الاقتراض بتاعنا. كويس. كمان كل ما هنقلل من حجم الدين الداخلي كل ما هنقلل من حجم خدمته، الفايده بتاعته. يعني لو قلنا النهارده 2.3 تريليون الخدمه بتاعتهم، يعني الفوائد بتاعتهم 250 300 مليار جنيه، كل ما هنكسر في المبلغ ده كل ما احنا هنقلل من خدمه الدين. ده جهد مش جهد حكومه، ده جهد مش جهد حكومه، ده جهد شعب وحكومه، وطن بالكامل واقف جنب بعضه عشان بيعمل مستقبله، بيعمل مستقبله. قلت ان احنا هيبقى في ترشيد للدعم، لكن الدعم يروح لمستحقيه. يروح لمين؟ اللي هو الانسان اللي محتاج بالفعل. انا ما بقاش عندي عربيه بالشيء الفلاني واخد دعم عليها، لكن الدعم ده يقدم للمواطن اللي هو يستحق هذا الدعم. فارجو ان النقطه دي، وانا لما بقول الكلام ده مش معناه برضو
ان انا بتكلم على ان انا هزود الوقود عشان ما تفهمونيش غلط. صحيح لو هنعمل حاجه قبل ما هنعملها هنقول لكم عليها عشان الناس اللي بتسمعني في الاسواق وفي كل حته تنتبه لكده.